تعالوا تعالوا اوريكم عامله النهارده اكل ايه وتشاركوني الاكل بتاعي. عامله لكم النهارده صينيه بطاطس بالفراخ. تعالوا نشوف بقى انا بعملها ازاي. وهنزل بقى بالفراخ كده وضربه البصل مع اتنين طماطم بس مش ضربهم قوي، جرشاهم اهو. ومعايا بقى الملح بتاعي، ومعايا حبهان اللي مش عايز يحط حبهان، وطبعا اساسي فلفل اسود. وهاخد قرن الفلفل ده اقسمه كده، وهنزل بالماجي بتاعي. بعدين مش راضي يتكسر ليه؟ ينزل بقى. وهنزل بالبطاطس وندعكهم بقى كده ببعضيهم ونقعدهم شويه، واللي مستعجل يحط الاكل على طول على النار. وطبعا هننزل بمعلقه سمنه اهي. والفراخ بتاعتنا هتنزل ميه وهي على النار، بس هديها برضو بشويه ميه. واروح بقى احطها على النار واغطيها بغطا. حبايبي اللي مشرفيني اللي دايما داعمني، تعالوا بقى اطلع صينيه البطاطس بالفراخ من الفرن. طبعا انا اديتها نص سوا على البوتاجاز من فوق، ودخلتها الفرن في الرف اللي في النص، وسويتها لحد ما خدت لون، هتشوفوها معايا. وبعدين بقى انا رحت عملت ايه؟ الرز الرزل. طبعا كلكم هتقولولي ايه هو الرز الرزل. هقول لكم الواحده بواحده، هتشوفوه معايا دلوقتي. ويلا بقى اعملولي لايك وادعموا قناتي، ومستنيه رايكم في كل وصفاتي، وان شاء الله اكون تحت حسن ظنكم.